هلا بالحلوين، كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا كتير منيحين وانتم عم تحضروا فيديو اليوم. انا مشتاقه لكم قد الدنيا كلها. اليوم رح نعمل هيدا الميك اب لوك مع الكحله العربيه خصيصا لهيك عزومه شهر رمضان الفضيل، مبارك عليكم الشهر، فخلينا نعمله سوا. اليوم خلينا نطلع كومنت فاطمه اللي كتبت لي على الفيديو السابق: انتي احسن وحده شفتها وتعلمت منها الميك اب. عن جد شكرا كثير لك حبيبه قلبي يا فاطمه، وشكرا لدعمكم ومحبتكم. انتم كمان ما تنسوا تكتبوا لي الكومنت تبعكم على هيدا الفيديو حتى نطلعها بالفيديوهات اللي جايه. خطوة أولى حطيت الآي شادو بيز، هيدا من كريولاين. الآي شادو بيز يعني شو بينفعكم؟ بيساعدكم أكتر إنه الميك اب يثبت، إنه الآي شادو تطلع عليها قوية على الجفون فوق العين، فاستخدموا هيدا الخطوة كتير مهمة. من بعدها حطيت كونسيلر تارت فوق العين، دمجته باستخدام البيوتي بلندر، ونفس الشي عم نعمل على تحت العين. صحيح بنات، نسيت اطلب منكم شغله، بليز بدي دعمكم على الفيديو، لايك وكومنت، وكمان فعلوا زر الاشعارات حتى يكون عم يوصلكم كل شيء جديد انا بنزله، لانه حاسه مؤخرا الفيديوهات ما عم توصلكم، فبليز اعملوا زر الاشعارات حتى تكونوا هيك يجيكم نوتيفيكيشن انه انا نزلت فيديو جديد بليز. طبعا اليوم اللوك ما بيكمل من غير العدسات. اخترت درجة جدا 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 طبيعية من عدسات اناستازيا، الدرجة اسمها ديك نوكيولا. بتلاقوا رابط طلب عدسات اناستازيا مع كود خصمي اللي هو ميسم بصندوق الوصف، وهيدي الشركة بتوصل لكافة دول العالم. عن جد عدساتهم جدا مريحة، اذا بتلاحظوا مؤخرا ما عم بستخدم غيرهم. رح استخدم بهيدا اللوك باليت شي جلام وين ان فيينا. هيدا اول مره بستخدمها هيدا الباليت، حبيت الوانها هيك مزيج الالوان جدا جدا رائعين. اخذت بالاول لون زهري نود، حطيته على كامل الجفن بفرشه كبيره. من بعد اخذت لون بني هيك على عودي، وكمان حطيته بفرشات اصغر. وانا عم بدمج هيدا اللون حسيت في شي غلط عن جد، بعدين انتبهت انه فرشات نفسها اللي عم بدمج فيها هي منا للدمج. شوفوا شو بتفرق عن جد الفرشات. فاخذت رجعت فرشات بلندنج برش مخصوص هيك بتجي مدوره وفيها كتير شعيرات، عن جد كتير بتفرق معكم بالدمج. فانتبهوا دايما للفرشات اللي عم تدمجوا فيها حتى تكون عم بتساعدكم ما تكون عم بتاخركم. بعدها اخذت هيدا اللون الموف على بنفسجي، حطيته بوسط العين. عن جد بدي اخبركم شغله، انه بباليتات شي جلام انا كتير بحب فيهم الالوان المطفيه، اما بتحسوا الالوان اللي هي فيها لمعه بتحسوا يعني مش كتير قوايه، بس انه عن جد يعني خلينا نحكي كمان اللي قلنا واللي علينا. اذا بدكم باليتات الوانها منيحة وأسعارها منيحة، كتير باليتات شي جلام بيمشي لهذا الموضوع. أما بس هيك بالنسبة للألوان اللي هي فيها لمعة بتحسوها مش كتير واو، يعني مش كتير قوية، بتحسوها هيك مثل السكر. المهم رجعت لتاني لون حطيته كتير، على فكرة حبيت هيدا اللون ودرجته كيف طلعت. قويته شوي على زوايا العين وعم ندمج من بعدها بالبلندنج برش. لزاوية العين أخذت هيدا اللون، كنت فكرته حيطلع هيك على فضي، بس طلع كمان فيه هيك لمعة بيربل على شوية زهري، يعني محير صراحة هيدا اللون، بس على كل الأحوال حبيته. من بعدها رح استخدم قلم الكحل من ميك اب فوريفر اكوا بلاك. شوف شو قوي اللون، دايما بتسألوني عن كحل جوا العين لونه قوي وحلو، فهيدا واحد منه. وهون تحمست بصراحة غمضت عيني وبلشت ارسم بهالكحلة وماني شايفة انه عم برسم فوق على الجفن. فالمهم هون بدي خبركم انه حتى كيف لو عملتوا خطوة غلط ممكن تعدلوا تصلحوا، يعني تتماشوا مع اللي انتوا عملتوه من غير ما تضطروا تمحوا. كفيت عادي ودمجت بالفرشات اللي هي فرشات هيك ناعمة للايلاينر، دمجت الكحلة وعم كمل يعني بكل بساطة ولا كأني عملت شي غلط. عم كمل برسم خط الايلاينر من زاوية العين الخارجية باستخدام قلم كيكو الكحل السائل. رح اترككم مع مقطع رسم الايلاينر اللي حطيته مثل ما هو، ما قطعت فيه شيء ابدا. رسم مدمع العين بدأت فيه من برا لجوا، دايما بقلكن ابدوا فيه من برا لجوا لانه بحس بتضبطوا اكتر الرسمة، اكتر ما تكونوا مدينة هيك مد لبرا وتطلع معكم اخر شي شكل ما تحبوه او شي.
من بعد ما خلصنا واخيرا رسم الايلاينر ورسم زاوية العين، اخذت اللون بني غامق على سواد شوي. استخدمت هيدا اللون اللي هو بستخدمه عادة لتعبية فراغات حواجبي. هيدا اللون من اناستيزيا، هو مخصوص للحواجب بس انه عادي اي شادو استخدمته، لقيته اقرب شيء لي صراحة. فاخذت فرشاة صغيرة وحطيت هيدا اللون على كامل خط الرمش السفلي عشان يكون مدموج مع الكحل جوات العين. من بعد رجعت لهيدا اللون البني اللي عن جد جدا حبيته. كيف تأثر اللوك كله باستخدام هيدا اللون كتير طلع حلو. أخذته بفرشة كمان شوي أتخن من فرشة اللي سبق وكنت عم بستخدمها، وعملنا تمويه على تحت العين. من بعد ما خلصت هيدا التمويه كملت خط الايلاينر عشان يكونوا خط الجفن السفلي مع خط الايلاينر هيك مسحوبين. كتير بحب على فكرة هيدي الحركة، بتحلي. من بعدها رح استخدم الجليتر. اتضايق اللي باللوكات تبعي ماني مستخدمه هيك جليتر، فحسيت اليوم جدا بيلبق مع هيدا اللوك. اخذت اللي هو صمغ الرموش الشفاف، حطيته على بس وسط الجفن، ومن بعد اخذت هيدا الجليتر. هيدا الجليتر من With Love Cosmetics، بيجي كل وحده لحال. شوف شو حلو، بيعطي افكت يعني بفخم اللوك. وهلا طبعا مع الماسكارا من فلورمر اللي اكتشفت انه خالصه الماسكارا ومنشفه. واخيرا رح ضيف هيدي الرموش جدا ناعمه واللي بتحلي اللوك وكتير طبيعيه، بحبهم عن جد. كمان هيدول من شي جلام، رح احط لكم الرقم او الكود تبع البوكس بصندوق الوصف. وبس والله بنات، هيدا هو كان الفينش لوك. ان شاء الله تكونوا حبيتوه، ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الخطوات. بليز ما تفلوا من هون قبل ما تعملوا لي لايك، تكتبوا لي كومنت. ورمضان كريم يا رب علينا وعليكم جميعا، وانا بحبكم كتير كتير كتير. تدوروني بفيديوهات جديدة ان شاء الله. باي باي.